عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الموز بالكراميل. بصوا في الصينية بتاعتي حطيت حوالي 4 معالق من السكر من غير تقليب ولا حاجة. ماشي، وهنسيبه لحد ما يتكرمل وياخد اللون الحلو. بصوا بدأت اللي أنا أقلب فيه كده، هو ده اللون اللي أنا عايزاه. هعمل ايه؟ هحط شرايح مقطعه معايا الموز بتاعي اهو، مقطعه شرايح هحطه في الكرات. رصينا الموز بتاعنا في الصينيه كده بطريقه عشوائيه، وهنبدا اللي احنا نعمل الكيك بقى بتاعنا. بصوا بقى في الخلاط هنحط كوبايه من اللبن، كوبايه ومعلقتين، كوبايه ومعلقتين لبن بالظبط. المقادير دي يا جماعه مظبوطه جدا. تمام، حطينا لبن، هحط كوبايه من السكر، كوبايه من السكر. جماعه انا عايزه بس احذركم من حاجه، الكراميل بيبقى سخن جدا ولسعته وحشه. انا اتلسعت دلوقتي في صبعي، عايزه اقول لكم يعني يكفيكوا شره يعني خلي بالكم بجد. تمام، حطينا اللبن، حطينا السكر، وهنحط 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه. وطبعا الفرن بتاعنا شغال، احنا عارفين ان احنا الفرن بيبقى قبليها شغال بحوالي 10 دقايق، ربع ساعة. حطينا البيضتين ونص كوباية زيت على سمنة. عايزة تحطيها كلها زيت بس ماشي، عايزة تحطيها سمنة ماشي، بس أنا بحب أعمل الخليط ما بين الاتنين، يدي طعم ويدي هشاشة كده للكيك وبتبقى حلوة. تمام، وهحط رشة من الفانيليا، رشة حلوة كده عشان البيض، وهحط رشة ملح، وهخلط كل المكونات دي مع بعض. خلطنا الخليط بتاعنا، هنا عندنا كوبايتين من الدقيق منخولين، وهحط عليهم رشة ملح تانية، وهحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيس كامل، وهبدأ اللي انا اقلب بالمنظر ده. تمام، وهنزل بالخليط بتاعي. نزلت بنصه، هقلب. ويا جماعة برضو انا حطيت هوريكم بعد ما عملت الكراميل ورصيت الموز، حطيت رشة قرفة صغيرة جدا. القرفة مع الموز والتفاح بتبقى خطيرة. مش حطيت رشة صغيرة للي بيحبها، اللي مش حابب ما يحطش، بس هي بتدي ريحة حلوة قوي. تبقى الخليط كده، هبدأ اللي انا اقلب كل المكونات في بعضها لحد ما الدقيق يختفي. بصوا خلاص الخليط بتاعنا اهو، قلبناه بقى انسيابي كده. طالما الخليط بينزل معاكي خط واحد كده تعرفي ان الخليط تمام معاكي. ادي خليط الموز بتاعنا، هنزل بيه بالخليط بتاع الكيك. بسم الله، بالمنظر ده كده.
الفرن عندنا زي ما قلنا شغال. بصوا انا حاطه صينيه تحت اكبر منها عفوا اهي، حطها في صينيه. الصينيه اللي تحت دي هعمل فيها ايه؟ هحط فيها ميه تغلي عشان الكراميل بتاعنا ما ينشفش. ميه بتغلي في الكتل هحط في الصينيه وهدخلها الفرن وهنشوف هتقعد معانا قد ايه. وادي الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن، ريحتها خطيره وجميله. هنبدا وهي سخنه كده، بص هنسلكها كده، هي بصوا متسلكه لوحدها، هنسلكها كده عشان الكراميل، وهنقلبها على طول. وقلبنا الكيكه الخطيره بتاعتنا، فظيعه يا جماعه، فظيعه. يعني انا لو ينفع تتقطع وهي سخنه، بصوا هحاول اقطعها كده معاكم. واو على الطريان، شايفين؟ لا 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 لا، هشه وتحفه تحفه تحفه. وريحتها خطيره، ريحه الكراميل يجنن. واو، طريه طريان فظيع. أنا عايزه بس اوريلكوا حته عشان، لا انتوا لازم تجربوها، خطيره. بصوا ايه ده، شايفين؟ حاجه كده وهم، شايفين؟ خطيره خطيره خطيره، لازم تجربوها. اتمنى الوصفه دي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.